بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا جدا، يعني بربع كيلو لحمة كده وحبتين بطاطس، هنضاعف الكمية وهتبقى أكلة جميلة جدا جدا مع شوية رز كمان. بجد هتنبهروا من النتيجة، وكمان هتعجبكم جدا جدا الطريقة. حطوا لي بقى لايك للفيديو، وكمان كومنت حلو كده، وتسلم ايدك يا ام ملك الكومنتات الجميله اللي بلاقيكم حاطينها. بجد متضايقه جدا جدا ان انا بعيده عن القناه اليومين دول، بس مش عايزه اقول لكم بصراحه. الواحد عامل ازاي طاقه غريبه كده على الواحد كل اسبوع او كل اسبوعين على ما ينزل فيديو. بس ان شاء الله يعني بحاول باذن الله ان كل ده يروح ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف كده الوصفه بتاعتنا قد ايه مقاديرها بسيطه وسهله جدا جدا. معايا حبتين كده يا حبايبي من البطاطس نية، ما تستغربوش، خليكم بس معايا لاخر الفيديو كده، وبجد هتلاقوها طريقة جميلة جدا وهتعجبكم. معايا كمان حبتين من البطاطس قطعتهم بالشكل ده مكعبات كل الخضار، وقرنين فلفل، وكمان قرنين شطة حراقة، طبعا ده اختياري. وكمان نص حزمة كده من البقدونس، واخدة الورق بتاعها بس. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنخلط كل المكونات دي مع بعضها كده في الكبة. ما تستغربوش، كل حاجة هتطحن مع بعضها وهتبقى زي الفل. فالبطاطس نية، ما تستغربوش للنقطة دي، بس بجد هتعجبكم جدا جدا. النتيجة في الآخر جميلة بجد، وعجبتني جدا جدا، وكمان عجبت البنات ما شاء الله، كانت أكلة جميلة. فزي ما انتوا شايفين كده بقى، حطيت البطاطس وباقي الخضار كله، كمان اللحمة، وضربت بقى ايه كل المكونات بتاعتي دي في الكبة. زي ما انتوا شايفين كده بقت ما شاء الله عاملة زي العجينة كده بالشكل ده، اللهم بارك، جميلة جدا جدا. وكمان في حاجة هتضاعف الكمية معايا، خليكم معايا دلوقتي نشوف التوابل اللي احنا هنحطها دلوقتي. حطيت بقى ملح وفلفل زي ما انتوا شايفين كده، وهحط قرفة مطحونة، وهحط كمان شوية بابريكا، وكمان هحط شوية من السبع بهارات او بهارات اللحمة المتوفرة عندك. تمام، بجد بتبقى جميلة جدا جدا، وشوية كزبرة ناشفة. التوابل دي بجد جميلة وكافية جدا جدا ان هي تخلي لك الوصفة بتاعتك جميلة ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده. وحطيت كمان شوية صغيرين خالص من البيكنج باودر، لو مش عايزة تحطيهم مفيش مشكلة خالص. تمام. وكمان حطيت معلقتين من البقسماط الناعم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، او الفيجيتار. وكمان معلقة من الزبادي، بجد جميلة جدا جدا، وبتخلي طعم الحاجة ما شاء الله جميل. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. الخلطة بقى بتاعتنا الجميلة دي بالتوابل وكل المكونات اللي احنا حطيناها دي، هنعجنها كويس جدا جدا مع بعضها بالشكل ده. بس يعني احلى حاجة ان انتي ما تشكليهاش بعد ما تقلبيها في التوابل وفي الخلطة بتاعتها. هنسيبها بس قيمة نص ساعة كده في التلاجة او في الفريزر، وهتبقى ما شاء الله جميلة جدا جدا علشان تقدري انك تشكليها بعد كده. هنجيب بولة وفيها شوية زيت بالشكل ده، وهبدأ ان انا اشكل الكفتة بتاعتي بالشكل ده. بقى عايزة تسميها كفتة، عايزة تسميها همبرجر، اللي انتوا عايزينه. يعني انا هم كانوا عايزين البنات ياكلوا همبرجر وكده، فانا ايه عملتها مدورة. عايزاها كفتة اعمليها صوابع، اللي انت عايزاها. ما شاء الله الوصفة جميلة جدا جدا، هتمشي معاكي في اي حاجة انت حباها. تمام. طبق سلطة كده وشوية رز أو عيش المتوفر عندك، وهيبقى ما شاء الله ألف هنا على قلبك، هيبقى أحلى غدا بإذن الله. فزي ما انتوا شايفين كده شكلتها بالشكل ده، وكمان حطيتها كمان نص ساعة كمان في التلاجة، على ما ايه على ما هعمل شوية الرز الحلوين اللي انتوا هتشوفوهم دلوقتي. كنت جايبة نص كيلو من الرز البسمتي، نقعاه في المية حوالي نص ساعة وصفيته كويس، وجبت بقى الحلة بتاعتي بالشكل ده، وحطيت فيها شوية من الزيت، وبدأت ان انا انزل بالتوابل بتاعتي. ساعات ما بحبش ان انا احط بصراحة اي حاجة للرز البسمتي غير التوابل بتاعته بس. عندي خلطة كده حبيبة قلبي اسماء كانت مديها لي سومة، صاحبة قناة ام رماح، كانت مدياني بصراحة الخلطة بتاعت الكبسة دي، كانت جاية لها من السعودية، جميلة جدا جدا. تسلمي لي يا ام رماح يا قمر. فزي ما انتم شايفين كده حطيت شويه منها، وكمان حطيت شويه من القرفه وشويه من الفلفل الاسمر، وحطيت قرفه عيدان. ممكن تكتفي بالخلطه بس اللي هي بتاعه الرز،
بس انا بحب ازود حاجات من عندي كده، وكمان حطيت لون بسيط من اللون الاصفر، لان بصراحة الكركم كان خلصان عندي، فحبيت ان انا اخلي الرز اللون بتاعه مظبوط. فزي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، قلبته كويس جدا جدا وشوحته في التوابل وفي كمان الزيت بالشكل ده. وهبدأ انزل بالمية عليه. طبعا المية بتكون مغلية، الرز البسمتي كوباية رز عليهم كوبايتين من المية المغلية. تمام. شوية خضار بقى كده من اللي انا كنت مقطعاهم للسلطة. فعملت كده يعني ايه حتت فلفل كده وشطة صغيرة، لو في فلفل الوان كمان بيبقى جميل جدا جدا. فزي ما انتوا شايفين كده، معلش اسفة على الاضاءة في الجزء ده، كان الرينج لايت كان مطفي بس وما كنتش واخدة بالي. فزي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا اضيف المية، كنت غليها في الكتل ونزلت بيها على الرز بالشكل ده. حطيت 8 كوبايات من المية، لانه النص كيلو كان عامل 4 كوبايات معايا بالكوبايه اللي انتوا شايفينها دي. فزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، هظبط بقى ايه الدنيا بتاعته، اظبط الملح ونظبط الدنيا كده. وهبدأ ان انا ايه بعد ما يتشرب بس المية كده، هخلي العين عليه شمعة لغاية ما يستوي. اهم حاجة الرز واحلى حاجة فيه ان انت تهدي النار عليه، هتلاقي الكمية اتضاعفت ما شاء الله وبقى جميل. زي ما انتوا شايفين بقى كده، جبت الطاسة بتاعتي وحطيت فيها شوية زيت صغيرين مش كتير. تمام. ونزلت بقى بالهمبرجر بتاعي كده بالشكل ده، جميل جدا جدا. هيبدأ يستوي منك وياخد لون على الجنب، تقلبيها بقى على الجنب التاني بالشكل ده، وعلى طول لغاية ما تخلصي الكمية بتاعتك، والنار بتاعتك تكون هادية جدا علشان تستوي معاك. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، طلع معايا احلى همبرجر او احلى كفتة زي ما انتوا حابين تقولوا بالشكل ده كده. والرز كمان جميل جدا جدا. بس اسفة بجد نسيت ان انا اقطع واحدة كده علشان تشوفوا قد ايه هي مستوية من جوه. بجد مستوية وجميلة جدا جدا وتستاهل بقكم. جربوا بقى الوصفة وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع